كابتن فراس، انا بتطرق حتى يجهز اخوي محمد ان شاء الله. التغريده اللي ذكرت من خلالها بان هذا اخر موسم لك مع نادي الفحيحيل، يمكن البعض من عشاق نادي الفحيحيل، من ابناء نادي الفحيحيل، اكيد زعلهم الخبر، لكن الكل يبي يعرف شنو السبب، وهل في اسباب معينه لاعلانك ان هذا اخر موسم لك في نادي الفحيحيل؟ المدرب اليوم نفس اللاعب، صحيح. دائما يدور على أماكن جديدة حتى يطور من نفسه أكثر، حتى يكون عنده الشغف ممكن يكون أعلى، يتطور، يطمح للبطولات، للألقاب. شفنا اليوم يعني الشيء اللي نحن عملناه بنادي الفحيحيل شيء مو سهل صراحة. نحن بنينا فريق ممتاز بالنسبة لفحيحيل عبر السنوات الطويلة. يمكن الفترات الآخر 20 سنة لفحيحيل ما كان فريق دائم التواجد في الدوري الممتاز. لهيك كان في مشروع، لما دخلنا على النادي دخلنا في مشروع إن نحاول دائما نكون متواجدين في الدوري الممتاز. فمع أول موسم كان الهدف إنه فقط البقاء في الممتاز. بعد بداية الموسم الحمد لله قدرنا إن نكون ضمن الفرق الستة الأوائل في الدوري، ولعبنا البلاي أوف، وحصلت في هذا الموسم أيضا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الكويتي. بعدها حاولنا تكون نعلي من سقف طموحاتنا. اشتغلنا لكن عانينا كثير، عانى النادي كثير كإدارة، عانوا بشكل كبير، ونحن ككادر فني وعانينا من عدم تواجد الملعب، الإمكانيات. تعرف النادي صحيح. كان مهدوم، ما في مدخول استثمارات للنادي، وعانينا خلال السنوات اللي فاتت، وهالسنة أيضا كنا عم نعاني رغم أن استلمنا الملعب الحمد لله. لكن تعرف أنت موضوع الاستثمارات هذا يحتاج وقت إلى أن تبدأ الاستثمارات يعني بالمكاسب للنادي. فالوضع حاليا 4 سنوات ممكن أقول لك إنه كافية في من يكمل الطريق. إن شاء الله النادي في مشروعه، يعني ماشي في مشروعه. المشروع غير قائم على الأشخاص.